صباح الخير. النهارده فلوج. شعري ملزق عشان احط زيت، بس احنا اهلا مفيش مشكله. وهنعمل قهوه عشان بجد دي اكتر بارت بحبها في اليوم. اول ستيب اللبن، الرغوة، بجد يومي ما بيكملش من غير ما اتفرج على جيلمور جيرلز، ودي مشكلة لان انا بقيت في سيزن 5 وهو 7 سيزونز، هو 7 اجزاء وانا في الجزء الخامس. الموضوع ده بجد اللي هو هقعد اعمل ايه في حياتي بعد ما المسلسل يخلص؟ معرفش، بجد معرفش. متضايقه قوي لان انا بقيت حاسه ان هما جزء من حياتي، وبخاف اتفرج كتير في اليوم لحسن يخلص. بس في احداث بتشدني، لو ببقى عايزه اعرف، نفسي نجيب بطاريه جديده للبتاع ده. ببقى عايزه اعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. هاخد شاور فاحط شويه من زيت مال ده المفروض روزماري ومش عارفه ايه وحاجات كتيره كده. المفروض بيتحط على الفروه وعلى الاطراف المقصفه، فانا هحطه. وهحط زيت الارجان اللي انا متعوده احطه برضو، علشان بجد انا بحب احط زيت على شعري لانه بجد مفيد قوي. مش الزيت ده بالذات يعني، انا قصدي ده انا لسه بادئه استخدمه امبارح، بس فادني قوي بجد الزيوت عامه، وتقلت لي شعري وخليته بيلمع اكتر. وبجد بجد دي من اكتر الحاجات اللي انا مش عايزه ابطلها. هاخد شاور، مبسوطه قوي عشان هغير البيجامه. انا بحب اخد شاور قوي، وهطلع اوريكم بقى الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها، و اكنس الاوضه عشان الاوضه محتاجه تتكنس. لسه خارجه من الشاور وعايزه اصلي الظهر، بس الاول نحط الحاجات على شعرنا. احط السيرم ده، اسمه ماكاديميا، وحطيت ده ليف ان. بحط كويس عشان هو ليف ان وكمان هيت بروتكشن. انا بستعمل هيت بروتكشن قبل ما اعمل شعري بالسشوار، بس علشان لو في اماكن ما وصلهاش الهيت بروتكشن يبقى انا عامله حسابي. احط مرطب على وشي عشان لو سبت وشي كده هيقع. على فكرة ده من نفس الشركة اللي انا بستخدم منها مرتب التاني. انا بستخدم اللي هو شان، ده من نفس الشركة اسمه جلامي لاب. الاتنين حلوين قوي عامة، انا بحسهم واحد اصلا. واحد بس الاسبوع اللي فات ما حطيتش مويسترايزر تقريبا قبل ما انام، صحيت لقيت الحتة دي كلها مقشرة. فانتوا مش مستوعبين جلدي ناشف قد ايه. بحب وانا بشتغل يبقى قدامي شمس كده. المهم عندي فيديو عايز اصوره، عندي 2 فيديوز عايز اصورهم. عارفه بقى لازم بس شعري ينشف الاول من اللي هو فيه ده، وبعدين بقى ابتدي اشوف الحاجات اللي انا هصورها. بس انا عايزه اصور بسرعه النهارده عشان انا بكره وبعده، بكره هبقى اوت خالص، عشان بكره
انا اصلا المفروض احتمال، بس انا لسه مقلتش لبابا، ابات عند دريم النهارده. قلت عشان اخلص الشغل اللي ورانا، وبكره هبقى بخلص الشغل علشان شركه الشحن تيجي تاخد الحاجه، فمش هيبقى عندي وقت اصور فيديو بكره. اللحظه اللي انا بحبها بغض النظر عن الحتتين دول عشان شعري كان مبلول، هوريكم كولكشن الجديد. مكتوب عليه كده استاتيك دي يعني، بس هي مكتوبه بالفرنش كمان، هي معناها جمال شيء او الجماليات، او ان الحاجه كده تبقى مريحه للعين. هي دي استاتيك. و1919 كتبناها صراحه علشان ما كناش عايزين نكتب ديت سبيسيفيك يعني للموضوع. وعلى الظهر مكتوب aftermath inspired by the fear of being average، يعني الدافع للخوف من ان الواحد يكون عادي. كلام كتير. الماتيريال ده من بره، بصوا بقى هي ثيك ازاي اصلا، يعني بصوا هي ثيك ازاي، والكابيشو متبطن من جوه ومن بره، والماتيريال بقى من جوه عامله كده بتدفي قوي قوي قوي. الكولكشن ده هينزل يوم الاربع، اللي هو ثانيه واحده اقول لكم الديت بالظبط. فين الكالندر هنا؟ يوم الاربع اللي هو يوم 18 الساعه 4، الاربع الساعه 4. انا عايزه بس اقول لكم حاجه، ان بعد الرغي اللي احنا رغيناه ده كله، الساعه لسه ما جاتش واحده، يعني بجد الساعه لسه ما جاتش واحده. فحاسه اليوم النهارده طويل طويل. لما باجي اعمل شعري بقى بقسمه يعني كده مثلا، طبعا مش بقسمه بشكل احترافي خالص، اكتر شكل غير احترافي، ولكن كل حته تعمل لوحدها. التوكه دي شكلها كيوت قوي. مثلا الحته اللي تحت لازم اسرحها كويس كده، وبعدين احط عليها حماية من الحرارة اسمه يونيك 1، ارش عليها كويس واعمل كده، ارش كويس واعمل كده، لو في كتير بعمل كده، احط دي هنا كده، اشغله كده، وبعدين كده بس لازم 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 اميك شور ان انا حاطه اماونت كويسه قوي من ده. خلصت شعري و هقعد بقى افتكر انا بجد كان ورايا عشان مش فاكره. اللبس اللي على السرير هناك ده علشان انا هصور فيديو، وهقعد اكوي دلوقتي علشان انا هصور فيديو. عايزه اكوي ده في واحدة تانية عندي بستخدمها للكوي غير دي، بس انا سايبها في العربية الصراحة. تاني ستيب هي البتاع دي اللي انا مش عارفه فين الشاحن بتاعها لما تفصل. المهم الجاكيت ده بيلم التراب اللي في الشارع اصلا، الماتيريال بتاعته اللي هي الجوخ دي، فعايزين ايه نحاول نقلل القرف اللي موجود عليه ده. خلصت اول فيديو ومفروض دلوقتي اخش في تاني فيديو. الفيديو اللي انا بس انا ببقى كاتبه الحاجات وكده، فلقيت الفيديو اللي انا عايزه اصوره النهارده. السيت اب بتاع التصوير
ضبط الاوضه قبل ما اقعد اصور الحاجات اللي انا كنت بصورها دلوقتي، علشان بعد ما اخلص يبقى ما ورايش غير ان انا اشيل اللبس اللي انا لابساه، اشيل الاضاءه، اشيل المرايه، اطفي الشمعة اللي ورايا، وابقى كده خلصت الحاجات اللي ورايا. اليوم في البيت بس انجزت كذا حاجه كنت عايزه انجزها، منها الفلوج اللي انا بصورها دلوقتي بعمل اديت زي ما قلت لكم. لا انا لازم اقفلك بقى عشان الدوشه اللي بتعملها دي. زي ما قلت لكم ان انا دايما بصور في نفس اليوم وبنزل في نفس اليوم، ما بعرفش استنى، ولهذا الشأن بصور وتلاقوني على طول قعدت على اللابتوب اعمل اديت بقى الحاجات اللي انا كنت بصورها. وده اللي احنا هنعمله في الحبة اللي جايين. خلصت اديت، انا ليه معوجة؟ خلصت اديت الفيديوهين اللي انا صورتهم. ابديت سريع. دلوقتي الساعة كام؟ دلوقتي الساعة 3:15. هستنى بابا يرجع عشان اقوله ان انا عايزة ابات عند ريم النهاردة عشان اخلص الشغل اللي ورايا، بس انا مش عارفة هيتلقى المعلومة دي ازاي، بس ان شاء الله ما يقولش حاجة عشان بجد لازم اخلص الشغل بتاع امتي بكرة، علشان في شغل افتر ماث كتير قوي محتاج يخلص. ومش هيخلص لو ما خلصتوش، يعني لو ما خلصتش امتي بكرة مش هعرف اخلص افتر ماث بعد بكرة، لان شغل افتر ماث هيمتد، لان الشغل في افتر ماث اصعب من امتي شوية. وكمان عندنا بازار، وانا نسيت بازار يوم 3/2 ده الجمعة اللي بعد اللي جاي. هتلاقوني هنزل الديتيلز عنه على الانستجرام، بس هبتدي انزل عنه من يوم الجمعة اللي جاية. وبس كده. اقوم اصلي. وزي فلوج قبل كده كنت عاملاه، ما اعرفش ليه كل فلوج بطلب كشري، بس غالبا هطلب كشري عشان انا معيش فلوس، و ماما عامله كوسه. هحكي لكم موقف لسه حكيه لاصحابي على انستجرام. في مكان اسمه كوكي فور بيعمل كوكيز، وقالوا لي انا بعت لك كوكيز. فانا راجل خبط قال لي كوكي فور، بعدين خدت البوكس وطلعت اجري وقلت لماما ماما ما حدش يمسك البوكس ده، دي كوكيز ليا. بعدين فتحت لقيت تفاح، ولقيت ان هم يعني بعتني ده علشان نجس ايه اللي موجود في البوكس. اولا اتكسفت جدا لان انا خدت البوكس من ماما وطلعت اجري. ثانيا كان بقي مستعد ياكل كوكيز، ولما لقيت تفاح يعني خدت قطمه زي ما هو واضح، بس بجد اتضايقت. الغدا جه. في ناس قبل كده قالت لي ان هم اتضايقوا ان انا اكلت كشري في الفلوج عشان بوظ الفايب، بس هي that's the vibe. الصور بتاعت الشوت جت، بتشيك الصور دلوقتي، بس بجد الحاجة طالعة متصورة حلوة قوي. يعني مثلا بجد حلوة قوي. هنعمل قهوة للمرة التانية. تقول دي مش هتكمل تاني كوباية فهملاها. هنحط شوية من ده ان شاء الله ما يبقاش باظ، بس كده كفاية جدا. ده حليب محلى مكثف محلى حاجة كده. بعد كده هحط بقى اللبن. قلت لبابا ان انا هبات عند ريم خلاص، فهشرب كوبايه القهوه وابتدي بقى اشوف هلبس ايه، عشان هلبس البيجامه غالبا وانا رايحه، و ابتدي بقى استعد لسهره الشغل، عشان احنا مثلا ممكن نقعد لحد الساعه 2-3 كده بنعمل اوردرز. لبست ونزلت ورايحه لريم. انا لسه طالعه من تحت البيت، اول ما اوصل في حته اعرف نتكلم فيها هنتكلم. وصلت وهنبدأ شغل بقى، وبس كده اليوم خلص. ده المايك اللي بعلقه في الكاميرا بس مكسله اعلقه. فلوج مملة جدا النهارده،
عشان ما عملتش اي حاجة من الصبح، ولكن فلوج. باي باي.